المرأة معرضة للخطر في الحضر والسفر. تعد الذئاب على من لا كلاب لهم وتتقي صولة المستعسد الضاري. ذكر نجم الدين الغزي رحمه الله عن الهيثم ابن علي قال: قدمت امرأة مكة وكانت من أجمل النساء، فنظر إليها عمر بن ربيعة فوقعت في قلبه فكلمها فلم تكلمه. اعلموا يا معاشر المسلمين أن نزع المرأة حجابها، إذا نزعت المرأة حجابها وكشفت وجهها وأظهرت محاسنها ومفاتنها للرجال الأجانب فقد جنت على نفسها. فنظر إليها فوقعت في قلبه فكلمها فلم تجبه. فلما كانت في الليلة الثانية خرجت للطواف فتعرض لها عمر بن ربيعة فقالت له: إليك عني، أي ابتعد فإنك في حرم الله وفي أيام عظيمة الحرمة. فألح عليها بالكلام فخافت الشهرة، خافت أن ينتشر الكلام وأن تنتشر الأخبار أن فلانة تعرض لها فلان وكلمها ورازلها وعاكسها وتحرش لها. خافت من هذا فرجعت إلى بيتها. فلما كانت في الليلة الثالثة قالت لأخيها: اخرج معي أرني المناسك. وقد خرجت في الليلة الأولى والثانية بدون محرم، لكنها شعرت بالخطر، والمرأة بدون محرمها لا قيمة لها. قالت لأخيها: اخرج معي أرني المناسك. فخرج أخوها معها، فلما رآها عمر بن ربيعة تعرض لها، فلما أحس أن أخاها بجانبها ابتعد عنها وانصرف منها وترك التحرش لها. فتمثلت هذه المرأة